ابنك مسك اللعبه وكسرها وانت فورا قلتي له ليه كده يا حبيبي؟ انت عارف اللعبه دي بكام؟ انت على طول كده بتخرب كل حاجه تقع عليها ايدك. ثواني بس، ممكن اللي حصل ما يكونش زي ما انت بتفكري. كان في طفل عنده عربيه لعبه، رغم انه بيحبها كل يوم يفك منها حته ويقلب فيها شويه وفي الاخر بتتكسر. الام قالت خلاص طالما الولد على طول بيكسر اللعب كده يبقى هو كده، هو خروبه كده بيكسر كل الالعاب بتاعته. بس اللي ما كانتش هي شايفاه ان هو كان بيحاول يفهم اللعبه دي شغاله ازاي. هو ما بيبوظ، هو بيعيد استكشافها. اللي عايزه اقوله لك ان كتير من الاطفال بتحب الاستكشاف بشكل فطري جدا، خصوصا لو سنه من 3 ل 6 سنين. هو مش بيفرق ما بين اللعب والتكسير، ولما ما بيلاقيش مساحه امنه للتجربه بيجرب في اقرب حاجه. عشان كده بدل ما تعاقبيه اعملي الحاجات اللي هقول لك عليها دي. وفري ليه العاب ينفع يتعاد تركيبها زي البازل او الماجنتيك بوكس، ولما يكسر لعبه اساليه هو انت كنت بتحاول تعرف ايه؟ امدحي فضوله ووجهيه. العدوانيه حاجه والفضول والاستكشاف حاجه تانية خالص. لو حابب تتعلم تعديل سلوك وتدخل المجال كاخصائي تعديل سلوك، عملت لك كورس مجاني تقدر تتعلم منه اساسيات تعديل السلوك وبسهوله. سجل من خلال اللينك في الكومنت.